ظلم بداية، وكل ما له بداية مهما طال لا ريب له نهاية. ولكل نبت خبيث بذرة سامة، وقوى شر هي أساس كل طامة. غرست تلك البذرة السامة في مدينة بازل بسويسرا في مؤتمر صحفي من الصحفي اليهودي المتعصب ثيودور هيرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول بفكرة إقامة وطن لليهود عام 1897. وبعد أن رفض السلطان عبد الحميد الخضوع للإغراءات والضغوط بالمال والترهيب ولم يفرط في أرض فلسطين، رويت تلك البذرة السامة من قوى الشر بوعد وزير خارجية بريطانيا آرثر بالفور. وعد بالفور في 2 نوفمبر عام 1917. وأثمرت نبتة الشر كيان صهيوني أعلن نفسه دولة على أرض ليست ملكا، أرض فلسطين الحبيبة عام 1948. ادعوا بالباطل أنهم هم المواطنون وأنهم وعدوا بهذه الأرض، وهم المشتتون، هم اللاجئون، هم المطرودون، هم الهاربون من كل حدب وصوب. ولأنهم ثمرة نبت شيطاني خبيث، رووا هذه الأرض المقدسة بدماء أهلها الطاهرة، وسرعان ما تحولوا من مهاجرين لاجئين إلى عصابات وميليشيات هجنة، قتلة متوحشين يقتلون كل نفس، يهدمون كل بيت، يحرقون كل غصن، يغتصبون كل شبر، تدهسه أقدامهم بدم بارد ودعم فاسد من قوى الشر أعوانهم. بتطردونا من ديارنا يا ظلمة، اطردونا كيف ما بتريدوا، اطردونا اليوم، بكرة بنعود وولادنا بيعودوا ونحرر الأرض ونحمي العرض. اطردونا كيف ما بتريدوا، والله بنعود وولادنا بيعودوا. أنا هعطي المفتاح لولدي، وولدي بيحرر الأرض. والله ما عدنا ولادنا بيعودوا، والله بيعودوا، والله ما عدنا ولادنا بيعودوا، والله ما عدنا ولادنا بيعودوا. كانت هذه هي البداية التي سطرها تاريخ كان مداده أطهر دماء،
لكن صفحاته سوداء، لحكاية شعب مسالم سلبت منه الأرض. أما نهاية الحكاية فلم تكتب بعد. نشاهد معا فصلا منها، ولن نكون فيها مجرد مشاهدين أو رواه، بل صانعي حدث. فنحن الأمل، نحن الدرع، نحن السيف في وجه هؤلاء الطغاة. الحقيني يا امي، الحقيني يا امي. مالك يا محمد يا ولدي مالك؟ الرصاص كان فوق راسي. هو ضرب النار هيدا كان على الأطفال؟ وإيش جديد في هيك؟ ما احنا طول عمرنا غرقانين حتى في بيوتنا، بس اليوم مات 50 شهيد، غير اللي انصاب والبيوت اللي انهدت. والله يا ابو محمد لو حزبوا اللي انقتلوا على ايد الصهاينة هيلاقوهم أكثر من نص شعبنا. لكن رجالنا ما سكتوا وقاموا بعمليات في قلب القدس راح فيها 7 من الصهاينة غير المصابين. صحيح يا ابوي؟ لكن انت ليش فرحت؟ اصل من يوم ما ضربوا علينا نار انا وزملاتي واحنا خارجين من المدرسة مات منا وانصاب كتير، وانا تمنيت ان يجي اليوم اللي ناخد فيه بطارنا. ورجالنا قدروا يعودوا سالمين بعد هذه العملية؟ لا يا ابوي، دول استشهدوا كلهم، نالوا الشهادة. الشهادة؟ ايش الشهادة يا ابوي؟ الشهادة يا ولدي إنك تموت فداء وطنك أو بيتك أو أهلك. قوم، ربنا يدخلك الجنة. صح يا امي؟ صحيح يا ولدي. انا نفسي اعمل مثلهم عشان احميكم، وكمان ربنا يدخلني الجنة. ربنا يحميك يا ولدي أنت وكل أولادنا وشبابنا وناسنا. أي والله يا ولدي، أصل رصاصهم أعمى، ما بيفرق بين شيخ وشاب وامرأة ولا حتى طفل رضيع. عندك حق يا جدي، هدول قتلوا طفلة اسمها إيمان قدام عيني، ما كملت حتى 2 سنين. أوه، والله هذه أفعال يخجل منها الشيطان نفسه، وفي الآخر يقولوا على شعبنا شعب إرهابي. والله شعبنا عمره ما كان إرهابي، والله شعبنا عمره ما كان إرهابي. وإن كان اليوم مسك سلاح هم اللي علموه مسك السلاح، وإن كان اليوم بيفجر هم اللي علموه التفجير بظلمهم وطغيانهم. هم اللي دخلوا السلاح والقنابل لبلادنا، هم اللي دخلوا السلاح والقنابل لبلادنا. لكن يا بوي، من وين جاب رجالنا السلاح والقنابل عشان يقدروا يقفوا قصادهم؟ شوفي يا بنتي، أقوى سلاح بيملكه رجالنا هو إيمانهم بالله وإرادتهم القوية. هدول عم بيفجروا بقلوبهم قبل قنابلهم، بيفجروا بروحهم قبل متفجراتهم. أما عن السلاح فكثير منه بيجيبوه من الصهاينة نفسيهم. من الصهاينة نفسهم؟ ما تتعجب يا ولدي، دول بيبيعوا أي شيء من أجل المال وما لهم كلمة ولا عهد. ده اللي عهدناه فيهم طول العمر، مهما تلونوا وتبدلوا هيضلوا مثل الحرباية ب100 لون والحنش اللي بيغير جلده. بالحق يا أولاد، جهزتوا نفسيكم عشان اليوم فرح بنت عمتكم وفاء. الليلة فرحها. ومين إله نفس بس يا جمال يفرح ولا يعمل عرس؟ ومين إله نفس في وسط هيدا التدمير ولا القتل اللي احنا فيه؟ ده غير شبابنا اللي عم يلموهم ويرموهم في سجونهم، واللي يقاوم يقتلوه. معلش يا أم محمد، أهو شيء يمكن يدخل الفرح في قلوبنا وينسينا الهم شوي. اي والله يا اولاد، لازم نقف جنبها اليوم، دي مالها غيرنا. والله وفاء دي حظها قليل، ما عاد ليها حدا غيرنا من بعد ما الصهاينة هدموا بيتها، وكان جواته أبوها وأمها وثلاث من إخواتها، وما نجي إلا هي وأخوها خالد وأختها ضحى. لكن وفاء دي بطل. شوفي كيف قدرت تصمد وتكمل تعليمها وتربي إخواتها. ما في خطر علينا نعمل العرس اليوم؟ من ميتة يا بنيتي واحنا مش في خطر. نحن لو استنينا ليزول الخطر عشان نعمل حاجة في حياتنا يبقاش رح نعملش شيء ابدا. اوعيتي يا بنيتي. ايه والله يا امي،
ده احنا أكتر من 5 مرات عم بنحدد ميعاد العرس وما بيتم. يلا ربنا يتمم بخير ويسترها معانا. السلام عليكم يا خال. ازيك يا جدي؟ كيفكم؟ اختي وفاء بانتظاركم. هاي جهزت حالها؟ ايه جهزت حالها وما بتريد تخرج العرس الا بحضوركم. توكلنا على الله. ماني عارفة ليش قلبي مقبوض يا أبو محمد. توكلي على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يلا يا ولادي على العرس. ولدي اتركونا. ولدي اتركونا. اتركونا يا ظلمة، حرام عليكم. سيبونا في حالنا. اتركوا ولدي يا ظلمة، سيبونا في حالنا. اتركونا في حالنا. ناصر 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 ناصر، الله يوفقك. لا تتركني، لا تتركني، لا تتركني ناصر. ناصر لا تتركني يا أمي. ولدي ولدي، مت يا ولدي، مت يا ولدي مرة وسأموت من بعدك كل يوم 1000 مرة يا ولدي، يا حبيبي، يا حبيبي، يا ولدي، يا نور عيني، ما تغلى على ربك، ما تغلى على وطنك يا حبيبي، يا ولدي، يا كبدي، يا نور عيني، عرسك بالجنة يا ولدي، عرسك بالجنة يا حبيبي، يا ولدي، يا حبيبي، يا ولدي، يا حبيبي، يا كبدي. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا قدس، يا قدس، يا مدينة الصلاة أصلي. وفي جريمة أخرى ضمن سلسلة لا تنقطع من جرائم الاحتلال، عز على المحتل أن يترك لحظة فرح
تتسرب لقلب الشاب الفلسطيني ناصر أبو نجم لتخترق قلبه رصاصة غادرة ليلة عرسه لتزف روحه إلى الجنة وتترك عروسه فريسة لآلام الدنيا تبكيه وتردد: ما يغلى على ربه، ما يغلى على وطنه، ما يغلى على ربه، ما يغلى على وطنه. كانت معكم شيرين أبو عقلة. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أمري تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي. أبكي وهيش في البكاء غليلا، وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا. أبكي وليس من البكاء بد، وإن كان المصاب على القلوب جليلا. صعب علينا أن يباعد بيننا هذا التراب فلا نراه طويلا. نم يا زكي النفس، نم يا زكي النفس، إنك خالد، ما كان ذكرك يا حبيبي ليزول. نم يا شهيد الحق مسرورا، فقد كان المنام عليك قبل ثقيلا. قلبي عندك يا حبيبتي، ربنا يصبرك. يصبرني ويصبرك انت كمان يا اختي. ما انت شفتي اللي شفته اكتر، بس شو رح نعمل؟ نصيبنا. انا عريسة في الجنة يوم العرس، وانت جوزك ما كمل الشهر وسبقك للجنة. ولا حتى شهر يا اختي، ده يا دوبك اتجوزنا في مصر اسبوع واحد. ابويا قال بنتي فرحها لازم يبقى هنا في العريش وسط اهلها علشان كلهم يحضروا. ما انت عارفه، ما كان ابن عمك كان بيدرس معايا الحقوق في جامعه القاهره. اتعرفنا على بعض في مظاهره بسبب اللي ما يتسموا، اللي كانوا بيحفروا نفق تحت المسجد الاقصى. بس كنا شبه بعض في كل حاجه، في العادات، في حماس الشباب. بعدين اتخرجنا وحصل النصيب واتجوزنا. قررنا ان احنا نقعد في العريش اسبوع واحد، وبعدين جينا قعدنا اسبوع في فلسطين. بس للاسف اسبوع والتاني وراح غدر برصاصه من الاعمى. عارفة يا اختي عارفة، ومن يومها وانت هو وبتربي ابنك اللي ما شافش ابوه. ما رضيتيش ترجعي على اهلك في مصر وتعيشي في امان وسط عيلتك هونيك. ما تقوليش كده يا وفاء، ما انا هنا كمان وسط اهلي وعزوتي وناسي واعمام ابني اللي لازم يكبر على ارضه ويدافع عن عرضه، ابني اللي لازم يجيب حق ابوه وحق عمه وحق كل شهيد. معك حق يا امل، ما هو لو كل حدا خاف وخد عياله وخرج من بلادنا كام سنة مش هنلاقي حدا في الارض، وتبقى كلها ملك للصهاينة ويبقوا حققوا هدفهم. لكن لا وألف لا، هي أرضنا ومش هنسيبها، يا نرجعها يا نندفن فيها ونبقى جزء من ترابها. النهارده انا بعزيكي، وامبارح انت كنتي بتعزيني، لكن بكره كل الدنيا لازم تهنينا واحنا بنرفع علمنا على ارضنا. لازم بكره نرفع علمنا على ارض فلسطين الحره. بكفاياكي بكره يا بنتي، قلبي بينفطر عليكي. عمر البكاء ما هيرجع اللي راح،
عمر البكا ما هيرجع اللي راح. ما نبكيش على ناصر يا أمي، ناصر في الجنة اللي كلنا بنتمناها. أنا ببكي على حالنا، كيف هن على العالم وإحنا أصحاب الأرض والحق. حتى الموت يا أمي ما له حرمة. عندك حق يا بنتي، حتى واحنا بندفن الشهيد ضربوا علينا نار، وهم لساهم واقفين برا بيصيدوا برصاصهم كل عربي. وهم ليش بيعملوا كده؟ يا بنتي دول سفاحين مجرمين همجيين، وطول عمرهم هم هيك. طول عمرهم هم كده؟ ما تتعجب يا ولدي، يا ما شفنا منهم ومن أهوالهم. وانت شفت ايه يا جد؟ شفت يا ما يا محمد يا ولدي. يا محمد يا ولدي، جدك ده كان بطل، عزيمته تهد جبال، قاوم الصهاينة سنين، وياما شاف أهوال. وانت شفت ايه يا جد؟ يا ولد انت صغير على هذا الكلام، لكن ما عاد في بلادنا صغير، فهذه الأفعال شيء بشعر الوليد. جدك يا محمد شاف مجزرة الدير ياسين سنة 48، هي المجزرة الفظيعة يلي قام فيها الصهاينة بقتل كل عربي، وحرق كل غصن، وهدم كل بيت، والتنكيل كل جثة، واغتصاب كل شبر تدوس وجريه. شاف بعينه كل اللي انقتل واللي انجرح واللي اندهس تحت جنازير دباباتهم، لكنه قاوم رغم جروحه، وقدر يوصل للقرية اللي جنبيهم. وسمعنا ميكروفوناتهم بتنادي وتقول استسلموا وإلا جرالكم مثل اللي صار دغلكم. واستسلمتوا يا جد؟ والله يا ولدي هذا ما زادنا إلا إصرار وقوة وتحدي، إما نرجع أرضنا أو نندفن فيها، ما لنا سواها ولا نريد غيرها. ندفن شهيدنا ونعود ونقاوم، ننصاب ونشفى ونعود ونقاوم لحد ما نجيب النصر في يوم النصر. لكن من متى يا ابوي؟ من متى وشعبنا عايش في هذا الظلم؟ هذه حكاية طويلة يا ولاد، لكن هحكيها لكم لجل ما تعرفوا تاريخ بلادكم. يا جمال الولاد لسه صغار على هذا الكلام. قلت لك ما عاد حدا في بلادنا صغير. بدأت النكبة يا ولاد مع وعد بلفور سنة 1917، لما وعد بلفور رئيس وزراء بريطانيا اليهود بوطن إلهم في فلسطين. بريطانيا دي مالهم ومال بلادنا. تسلم يا ولدي، عندك حق، عشان كده سموه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. لا هم يملكوا بلادنا ولا اليهود ليهم حق فيها، لكن هذه الدولة كانت أكبر دولة وكلمتها مسموعة سواء عادلة أو ظالمة. وبعدين يا ابوي ايش صار؟ بدأ اليهود ييجوا لبلادنا من كل مكان بمزاجهم أو مطرودين من بلاد غريبة، ييجوا يطردون احنا من بلادنا بالقوة والغصب والحرق. وفضلوا على هذا الحال من صبرة وشتيلة لقانا ودير ياسين وحرق المسجد الأقصى وغيرها. وايش صار بعد كل هذه الجرائم؟ وبعدين يا محمد أعلنت إسرائيل قيام دولتها على أرض فلسطين سنة 1948، وهنا قامت مصر وبعد القوى العربية بحرب لرد الأرض المنهوبة لأصحابها. لكن للأسف الموت كان أعلى والظلم كان أكبر، وفرض الأمر الواقع كان أمر صعب تغييره. حتى القرارات اللي كانت في صالحنا ما كانتش بتتنفذ بتعنت وتجاهل وتجبر. وبعدين يا ابوي ايش صار؟ وبعدين كبرنا وكبر الوجع، وما كبرت بيوتنا، كبرنا وكبر الألم، وما كبرت آمالنا، كبرنا وكبر الظلم، وما كبرت حقوقنا. وايش سر قوتهم؟
ومخليهم في بلادنا لحد اليوم، وبجبروتهم وطغيانهم ده. أنا هقول لك يا محمد إيه سر قوتهم، وعلى لسان واحد من أهم المؤسسين لكيانهم، وكمان كان أول رئيس وزراء ليهم، كان اسمه بن غوريون. قال: قوتنا مش في سلاحنا النووي، قوتنا في تفتيت 3 دول كبرى هما العراق، سوريا، ومصر، إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية. ونجاحنا في الأمر ده ما بيعتمدش على ذكائنا بقدر ما بيعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر اللي هو قصده علينا احنا العرب. ومن وسائلهم لتنفيذ مخططهم ده إن اليهود يسيطروا على كل ما له صلة بالعقل والمعدة والغرائز عشان يسيطروا على الاقتصاد والإعلام. يسلم تمك يا أمل، صحيح الوعي نور، ومن يوم ما جيتي بلادنا وانت الوعي وانت النور، دايما بتنوري عقولنا. ها نحنا شفنا بعينينا العراق واللي جرالها، سوريا واللي صار فيها، ما بقى إلا مصر الله حاميها وجاعلها للعرب حمى، الله يديمها سند لينا. لازم يبقى عندنا وعي يا جدتي، وإلا بإعلامهم وكذبهم هيستغلوا جهلنا. تعالي يا سلمى، تعالي بصي كده من الشباك. احنا هنا في مكان عالي وممكن تشوفي الحرم القدسي. فين المسجد الأقصى يا سلمى؟ ايه نعم، شفته بعيد يا أمل. لا ما بعيد، نراه قريبا يا سالمة. فين المسجد الأقصى يا سلمى؟ المسجد الأقصى، هذا المسجد اللي كبته صفرة لون الذهب. هاي اللي قبته صفرة لون الذهب مسجد قبة الصخرة يا بنيتي، أما المسجد الأقصى هداك اللي قبته خضرة. شفتي يا جدتي، حتى ولادنا مش عارفين مسجدنا من كتر ما إعلامهم أخفى الحقيقة وغسل عقولهم. أها يا أمل عشان بيحفروا أنفاق تحتية بحجة البحث عن هيكل مزعوم. فهمت. ولما يوقع المسجد الأقصى ما ناخدش بالنا؟ ايه وعيت لي قصدك يا أمل. وهو ده أقوى سلاح دلوقتي، الوعي. انت يا سلمى وكل جيلك اوعوا تغيبوا عن الوعي. مشان هيك لازم نعرف إنه إلنا حق نجيبه، ولو ما قدرناش يبقى حنعلم الصغار وصغار لحتى ما يجي اليوم اللي ناخد فيه بطارنا ونسترد أرضنا وننتقم لشهدائنا. ما يجيب الحق إلا أصحابه. ومين صلاح الدين لكل مظاهرة ندوب؟ صلاح الدين ده كان قائد عظيم حرر القدس من مئات السنين. ومتى يعود صلاح الدين؟ لن يعود صلاح الدين إلا بصلاح الدين، لن يعود صلاح الدين إلا بصلاح الدين. شو يعني خلاص؟ ما في حدا بيقدر على هدول المجرمين الظلمة؟ طيب إذا كان هيك خلاص راح أقوم بعملية استشهادية. طولي بالك يا وفاء، في طرق تانية كتير ممكن نوجعهم بيها ونرجع بيها حقنا. وكمان ما تنسيش أخوك يا عمار وأختك ضحى. ضحى وينها ضحى؟ أنا ما شفتها من حين ما ضربوا علينا النار. لا ما تخافيش عليها، أنا خدتها عندي على البيت مع ابن زياد عشان اللي ما يتسموا اللي بره ما يأذوهاش. وادي انتي سامعة طلقات الرصاص ما بتسكتش إلا وهما بيعمروا بنادقهم، ربنا ينتقم منهم. يعني ضحى مع زياد؟ أنا بروح أناديهم. انتظر يا ولدي، الجنود برا، انتظر يا ولد انا جاي معاك. انتظر يا ولدي. خليك ورايا يا محمد، اتحامى فيا. كفايه معايا طفل صغير، كفايه. بوي محمد يا محمد، خلي جمال غيتونا يا ناس، محمد رد علي يا صغيري، رد علي. حرام عليكم يا ظلمة، ده لسه صغير. جمال فيه الروح. اسعاف يا الله، اسعاف يا الله. ولدي قتلوك يا محمد يا در
صوت الغاصبين وقلوب تنزل فرح وعيون تبكي حنين على صوت الحجر صوت الغاصبين وقلوب تنزل فرح وعيون تبكي حنين وإيدين صغير الحجر يتحدى المعتدين وإيدين صغير الحجر يتحدى المعتدين على صوت الحجر صوت الغاصبين صوت تنزل فرح وعيون تبكي حنين وإيدين صغير الحجر يتحدى المعتدين يتحدى المعتدين. المكان حي الزيتون جنوبي غزة. الزمان نهاية سبتمبر عام 2000. الطفل الفلسطيني محمد الدرة يقتل في حضن والده برصاص أعمى كهذا العالم الصامت كعادته تجاه كل ما هو فلسطيني. هذا وكل إيمان أن موته سيحدث صرخة تبعث الحياة حتى في الحجر. كانت معكم شيرين أبو عقل. والشهيد محمد يا بشر على مرء الملايين صدر أبوه يحتمي ويموت برصاص لعين. الشهيد محمد يا بشر على مرء الملايين صدر أبوه يحتمي ويموت برصاص لعين ودمه يطير في الفضاء وينادي على حطين ينادي وين عمر وين صلاح الدين دمه يطير في الفضاء ينادي وين عمر وين صلاح الدين ينادي يا رب انجدوا فلسطين قتلونا يا رب بصبرا ودير ياسين ينادي يا رب انجدوا فلسطين قتلونا يا رب بصبرا ودير ياسين ينادي يا رب انجدوا فلسطين قتلونا يا رب بقانا ودير ياسين ولمسرى نبيكم محمد شكوا يا مسلمين ولمسرى نبيكم محمد شكوا يا مسلمين صوت الحجر صوت الغاصبين وقلوب تنزل غضب وعيون تبكي حنين على صوت الحجر صوت الغاصبين وقلوب تنزل غضب وعيون تبكي حنين وإيدين صغير الحجر تتحدى المعتدين وإيدين صغير الحجر تتحدى المعتدين. لا تحزن، فلسنا الشعب المقهور. سأقاوم، سأنتفض ولو بأحجار وصخور. في وجه المحتل القاتل سأثور. نموت ويحيى الأقصى. نموت ويحيى الأقصى. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. 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 على القدس رايحين شهداء بالملايين. 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 سأقاوم
يتمرد على ذاك المحتل المتجبر المغرور بيد لا تمسك إلا حجر. ارتجفت أمامها حصون الجبان، الفار أمام الأطفال. إلى أين المفر أيها الظالم؟ إلى أين المفر؟ نهايتك قدر محتوم، نهايتك قدر محتوم. شيرين 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 يا اختي شيرين، يا اختي شيرين، اختي شيرين، اختي شيرين، 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 قومي يا اختي، قومي يا اختي، قومي يا صوت فلسطين، قومي يا صوت العرب، قومي يا صوت فلسطين، قومي يا صوت فلسطين، قومي يا صوت فلسطين، قومي يا صوت الحق، 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 قومي يا صوت الحق. نهايتك قدر محتوم، نهايتك قدر محتوم، نهايتك قدر محتوم. قومي يا شيرين، قومي يا شيرين، قومي يا شيرين. انتوا شو بدكم؟ شو بدكم؟ شو بدكم؟ بدكم تخرسونا؟ احنا ما بنخرس، ما بنخرس، ما بنخرس. بدكم تقتلونا؟ احنا ما بنخلص، ما بنخلص، ما بنخلص. قولوا يا رب، قولوا يا رب يخافوا منها. قولوا يا رب، قولوا الله اكبر، قولوا الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الدنيا والأسطى أبواب تصدع. سيف فليسهر في الدنيا والأسطى أبواب تصدع. سيف فليسهر في الدنيا والأسطى أبواب تصدع. الآن الآن وليس غدا وخلاص العودة والبكرة. الآن الآن وليس غدا. أشراط العودة والبكرة. أنا لا أنساك فلسطين، يشد بي البعد. أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. أنا لا أنساك فلسطين، يشد بي البعد. أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. سندق الأسوار، تستلهمنا كالغار، ونعيد إلى الدار نمحو بالنار النار. سندق الأسوار،
علمتوه يمسك سلاح. الطفل اللي في يوم مسك حجر علمتوه يمسك سلاح، علمتوه يمسك سلاح، علمتوه يمسك سلاح. فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننام، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رقص الهرم، نقضي ساعات طوال نستطيع علم العجم، نستهين كل غار كي نحقق الحلم. إنساننا نغالي فلنسير للأمل، إن نحت القدم مثالي كل شكر قدره، يجمع كل المعاني من عرب وعجم. لا تعد شكرهم، لا تجاوز العدل، سوف صرختي تكاد تسمع الأصم. في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك، وسط زحمة حياته بيجيلك، بيوصل في ثانية يسبق بخطوة، يحميك بقوة ملكش إلا هو. في حد لما تخبط هيفرح يقابلك ويفرح من قلبه، عاوز يشوفك بتنجح ويساعدك بفكرك معاك خطوة خطوة، ما سابكش مرة واحدة.
ده رزق ده طول نجاة بيرد غد لو جابوا سري ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة هي المكالمة فبتقول لي يلا حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما جرينا في حياتنا ناس هم الأساس حبيبي شكرا من هنا لبكرة أنا بتابع دايما سايقها بحلقها بمشي في كلمها طلعت عينها الله يا عينها ده مفيش كلام يوصف حنانها واقفة دايما جنبي جنبي شجعتني صدقتني سندتني ما وقعتش في يوم فيها قوة بتبني فيا والنجاح سلامها هي كلكم وحبيبتكم في حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما غيرتنا في حياتنا ناس هم الأساس حبيبي شكرا من هنا لبكرة وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية أنا فرصة أقول حاجة رغم جهودها جرح كتير قوي ناحية فلسطين كلها ناحية جرح بس مش عايزة أقول العمالقة دول كجمود ساري وكملوا أحاسيسنا الحزينة ناحية أهل غزة. ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرهم ولا ينصر عليهم لأن الألم كبير قوي والحزن كبير والجرح كبير والفقر كتير والبرد كتير. ربنا يعينهم وينصرهم يا رب ولا ينصر عليهم. اللهم حقيقي رغم القسم الأمريكي اللي عمل ده بس أنا مبهورة بيكوا قوي لأن دايما يقول لك اللغة العربية بتتدخل دايما مع الدراسات الانترناشونال إنما هنا في المنار لا يمكن إن اللغة العربية تتدخل أبدا. اللغة العربية لغة أصيلة وشعبنا أصيل وشعبنا حريص عليها فدايما اللغة العربية اللغة العربية اللي حواليا دول كلهم هم مسؤولين بأمانة في حاجتهم اللغة العربية ومع أجيال المناطق بكل طوائفهم سواء ناشونال أو انترناشونال. لا اللغة العربية أمانة بحملها لكم في رقبتكم يا محمد وحقيقي عملاق حقيقي عملاق. شكرا للجميع الصغير وبلغة يكون فيها ولا غلطة إن شاء الله عليك حبيبي ربنا يحميك. شكرا لكم شرفتونا ونورتونا ودايما يا رب المنار تكون بتمثل بصمة سعادة ليكم رغم إن العمل عمل جاد جدا والعمل لغوي فصيح بس الحمد لله أنا متأكدة إنه أسعدكم. شكرا لكم شكرا لحضوركم وتشريفكم وشكرا لوجودكم في وسط المنار. شكرا ليسا الخالد وعمل ايه النهارده؟ هو عمل ايه النهارده بس يقول لي عمل كل حاجه عمل كل حاجه اكبر شغل والله العظيم انا عارفه كده على الساعه 4 تابع ادوني فرصة أقول حاجة.
رغم جوانا جرح كبير قوي ناحية فلسطين كلها وناحية أهل غزة. جرح بس مش عايزة أقول العمالقة دول تركموه ازاي وكملوا أحاسيسنا الحزينة ناحية أهل غزة. ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرهم ولا ينصر عليهم، لأن الألم كبير قوي والحزن كبير والجرح كبير والفقر كتير والبرد كتير. ربنا يعينهم وينصرهم يا رب ولا ينصر عليهم. اللهم انصرهم. حقيقي رغم القسم الأمريكي اللي عمل ده بس أنا مبهورة بيكوا قوي، لأن دايما يقول لك اللغة العربية بتدفن دايما مع الدراسات الانترناشونال، إنما هنا في المنار لا يمكن إن اللغة العربية تدفن أبدا. اللغة العربية لغة أصيلة وشعبنا أصيل وشعبنا حريص عليها، فدايما اللغة العربية وعمالقة اللغة العربية اللي حواليا دول كلهم هم مسؤولين وأمانة في رقبتهم اللغة العربية ومع أديان المنار بكل طوائفهم سواء ناشونال أو انترناشونال. لا، اللغة العربية أمانة بحملها لكم في رقبتكم يا محمد. وحقيقي أنت عملاق، حقيقي أنت عملاق. شكرا 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 للجميل الصغير ده اللي لغته فيها ولا غلطة. ما شاء الله عليك حبيبي، ربنا يحميك. شكرا ليكم، شرفتونا ونورتونا، ودايما يا رب المنار تكون بتمثل بصمة سعادة ليكم، رغم ان العمل عمل جاد جدا والعمل لغوي فصيح، بس الحمد لله انا متأكدة انه اسعدكم. شكرا ليكم، شكرا لحضوركم وتشريفكم، وشكرا لوجودكم في وسط المنار. Gracias.